انا بدات العميد احمد شيخ من رئيس جهاز المدينه. اهلا بحضرتك يا فندم. نورتنا يا فندم. لكم جميعا بقى عشان ما حدش يصرف مننا كده. السلام للجميع. السلام عليكم. سلم علشان بقى احنا برضو كده يمين وشمال. السلام عليكم. السلام عليكم. كرسي نفسي اسلم على واحد واحد بس عشان ما حدش يسقط ولا حاجه. وصوم طيب. اقفل بقى اقفل بقى. ايه الجهاز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديه إلى يوم الدين. كل سنة وانتم طيبين. وبداية كده عاوزين نقف دقيقة أحداث على روح زملائنا من الشهداء من القوات المسلحة والشرطة. والنهارده برضه كان في حالة وفاة الحادث اللي هو في البحيرة وعلى شبيل توفى. فنرجوكم ان احنا نقف كله دقيقة على بعض. التليفونات والاجهزه بقى مش الزمن ده يا جماعه. جميع الساده العمد والمشايخ والعواقل الموجودين كله في الوضع العائلي. في حد ما جاش كله موجود يا فندم. هو الحقيقه يعني انا بعتذر عن التاخير في هذا اللقاء، لان المفروض ان اللقاءات دي انا وعدت ان هي تكون لقاءات متواصله بصفه مستمره. بس الحقيقه ان الاحداث اللي فيها البلد هي اللي كانت عطلتنا عن التواصل خلال الفتره اللي فاتت. انما هو التواصل ما انقطعش. فكنت انا مش ما بعرفش اقتنع بالمجموع كله على بعضه. الحقيقه ان في عدد كبير منكم كانوا تفضلوا وبيزورونا في المكتب بصفه مستمره على تواصل. وده بتبقى من الحاجات الكويسه والحاجات المطلوبه خاصه في الايام دي، على اساس ان احنا بنتعايش بالظروف اللي بتمر بيها البلد. احنا كل الايام دي احنا في مرحله صعبه، في مرحله تحديات، في مرحله حرب مع الارهاب. البلد بتحارب عدو خفي، عدو مش قاصد بس تكييف عالي كده، تكييف عالي قوي صح تكييف بس عشان الناس اللي زي كده مش عارفين جماعه فوقيه البلد بتمر بمرحله صعبه، مرحله حرب زي ما بنقول مع عدو
بيقصدش الشرطه والقوات المسلحه بس، بيقصد مواطنين، بيقصد منشآت عامه، بيقصد منشآت هامه، بيقصد اقتصاد قومي، مش قصه ان الجيش ولا شرطه بس. فده بيتطلب مننا ان احنا لازم كلنا نتحد، جيش، شرطه، مواطن، اعلام، قرى، كله لازم يتحد في سبيل مواجهه الارهاب. انت ما بيبقى قدامك عدو ظاهر معروف ان فلان ده عدوي بعرف احاربه ولا، انما العدو الخفي الخسيس اللي بيرتكب الاعمال الدنيئه هو اللي بيبقى اقل من ان احنا نسيبه حتى في البلد. للاسف طبعا ان جماعات الاخوان الارهابيه احنا شايفين طبعا دلوقتي ان هي بدات تضمحل، وبدات تضعف، فبالتالي عاوزين يثبتوا مليون تواجد. يثبتوا مليون تواجد ازاي؟ ان هم يعملوا اعمال عنف. دايما الضعيف بيظهر قوته بالعنف، انما القوي بيظهر قوته بالحجه وبالكلام وبالفكر والتعاطف. وعشان كده بنقول ان في حوادث عنف وفي حوادث تفجيرات